اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنبدا كلامنا عن الملك منقورع. الملك منقورع بيتنطق بشكل غير صحيح باللغه العربيه باسم منقورع، وهو ملك من الاسره الرابعه من عهد الدوله القديمه، والملك ده ابن الملك خفرع وتزوج من الاميره خعمير نبتي الثانيه. وتم العثور في المعبد الجنائزي للملك منقورع على سكين من حجر الصوان منقوش عليه اسم والدة الملك وهي خعمير نبتي الأولى، فيما يدل على أن خفرع وهذه الملكة كان والدا الملك منقورع، ويعتقد أن لمنقورع زوجتان. ودلوقتي هنتكلم على عائلة الملك منقورع، ونقول إن الملكة خعمير نبتي الثانية هي ابنة الملكة خعمير نبتي الأولى، وهي والدة ابن الملك منقورع وهو خو آن رع، وبيدل موقع قبر الأمير ده على إنه ابن الملك منقورع، وإن والدة خو آن رع هي زوجة الملك. والملكة رخيت رع وهي كانت ابنة للملك خفرع، وكان أكثر الشخصيات المرشحة كزوج ليها هو الملك منقورع، ولا يعتقد إنه في أبناء كثيرين كانوا ينسبوا لاسم الملك خفرع. ولم يصعد على العرش مباشرة الابن الأكبر للملك منقورع وهو خو آن رع، في حين أن اللي صعد على العرش مباشرة بعد موت الملك منقورع كان ابنه الأصغر شبسسكاف، أحد الشخصيات من أبناء الملك منقورع اسمه شاخ رع، وبيعتقد إنه أحد أبناء منقورع الذين عصروه في عهده. ومن الأبناء المحتملين للملك منقورع هي الأميرة خنت كاوس، والتي ذكرها هيرودوت وذكر أنها توفيت في بداية سن البلوغ. وتضمن البراءة الملكي للملك منقورع إخوة الملك منقورع غير الأشقاء، وكانوا نب آم أخت ونيكا ورع وداوا آن رع وأيون مين، وشغلوا منصب الوزير أثناء حكم أخوهم الملك منقورع. يعتقد أن للملك منقورع أخ صغير يدعى سخم كا رع، وبيعتقد أنه شغل منصب الوزير بعد وفاة الملك. ودلوقتي هنتكلم عن حكم الملك منقورع، وهنقول ان بعض الكتب قالت ان مدة حكم الملك منقورع هي 28 سنة، من سنة 2532 قبل الميلاد لسنة 2504 قبل الميلاد. بس بردية تورين بتقول ان الملك منقورع حكم 18 سنة، وهناخد في الاعتبار ان القول ده هو اللي اقرب للصواب، عشان الدليل على القول ده هو الصواب ان في بعض التماثيل للملك منقورع غير مكتملة البناء. الملك منقورع هو باني ثالث اكبر اهرامات الجيزة من حيث الحجم، وبناه بجانب هرم ابيه الملك خفرع وهرم جده الملك خوفو، وطول الهرم ده حوالي 66 متر. وبيعتقد ان عهد الملك منقورع كان اكثر العهود حريه من حيث ممارسه الشعائر الدينيه، حيث مارس الشعب شعائره الدينيه بحريه لم يعهدها من قبل. دلوقتي هنتكلم عن مجمع اهرامات للملك منقورع، وبيطلق على المجموعه الهرميه للملك منقورع اسم نتر آل منقورع، ومعناها منقورع المقدس، وهو اصغر اهرامات الجيزه الثلاث. وفي 3 اهرامات تابعه لهرم الملك منقورع. بيعتقد ان الاهرامات دي خاصه بالملك خفرع، وبيعتقد انها كانت خاصه بالتحديد لملكات الملك خفرع، وبيعتقد ان الملكه خعمير نبتي الاولى دفنت في احدى هذه الاهرامات. دلوقتي هنتكلم عن تمثال الملك منقورع، وهو تمثال جماعي للملك منقورع من حجر الشيست، بيظهر فيه الملك منقورع واقفا وعلى جانبيه سيدتان، على يمينه تمثال الإله حتحور، وعلى يسار الملك سيدة إقليم بات. وبيظهر الملك منقورع في التمثال ده وهو لابس تاج مصر العليا التاج الأبيض، وبيظهر الإله حتحور في التمثال ده وهي ترتدي تاج قرص الشمس، بينما تظهر سيدة إقليم بات وهي ترتدي فوق رأسها رمز الإقليم. وبيسمى التمثال ده باسم ثالوثة منقورع. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هبدأ أكلمكم عن هرم الملك منقورع، وهتلاقوا لينك الفيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.